7 صباحا. وهنا رباط. من الرباط، من المملكة المغربية الشريفة، تحية إلى كل من يتابعنا في هذا اللقاء المباشر ديال اليوم الاثنين 24 نوفمبر. كنرحب بالجميع داخل الوطن وخارج الوطن، وكنتمنى أن الجميع يكون بخير وبصحة جيدة. نلتقي بعد غياب اللي كان اضطراري لسببين اثنين. فأولا كنحيي جميع الإخوة والأخوات اللي كتبوا لي واللي سولوا على السبب ديال الغياب. السبب ديال الغياب أولا مرتبط في هذه المرحلة بالامتحانات الشفوية ديال سلك الدكتوراه، امتحانات اللي كتكون طويلة لأنه كتكون ترشيحات كثيرة، ثم أيضا للالتزام اللي كان بمدينة صفرو اللي كنحيي السكان ديالها بهذه المناسبة، وكنحيي المسؤولين أيضا وكل المجتمع المدني والمستشارين المنتخبين وغيرهم، السلطات والساكنة على الاستقبال الكبير اللي خصوه لينا وحنا حاضرين معهم في الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء وبعيد الوحدة وبهذا الإنجاز المغربي ديال القرار مجلس الأمن. فكنحيي كل مدينة صفرو من هذا المنبر، واللي في حقيقة كنكتشفنا بأنها مدينة تاريخية فيها العديد من المآثر التاريخية، مدينة أيضا سياحية جميلة جدا اللي كتستحق أنه تكون كل مرة أن الواحد يدير لها زيارة. إذا كان سبب المشاركة في ندوة والحضور إلى الاحتفالات، لهذا كان هذا الغياب لهذين السببين. كما أنني كنعتذر لكل اللي كان من المنتظر أننا نشارك معهم في ندوات. كنعتذر على أحيانا الغياب لأنه دائما كنستحضر المقولة ديال المرحوم نور الدين قديرة لما كان المنتخب المغربي كيلعب في إفريقيا آنذاك، كيقول المنتخب راه لاعب ولكن الله غالب، الله غالب. ما كنقدروش احيانا اننا نستجيبوا لجميع الدعوات اللي كتجينا. كنتلاقاو في هذا الموعد هذا نظرا لانه كانت الكثير من الاحداث في هذه الايام اللي غبنا فيها، ولكن انا حاولت انني نختار منها في هذه اللحظه، لانني اليوم غيكون عندي معكم لقاء مرتين، الان وفي الساعه 11. اختاريت منها اولا واحد الحدث اللي ما خصناش اننا نمر عليه، خاصو التحليل، وهو هذاك التصويت ديال الجزائر في مجلس امن على القرار المتعلق بما سمي بالسلام في غزة، واللي كنعتبره بانه رسالة حب
كنقول رسالة حب من الجزائر لإسرائيل. إذا جميع الخطابات اللي كانت دايزة قدامنا، اللي كان كيقول تبون، والخطابات اللي استعملوا ضد المغرب والهجومات، الآن بعد هذه الدورة كاملة ها هي الجزائر أمامنا. واللي كنا كنقولوا أودي راه الجزائر كتقلب على علاقات مع إسرائيل، لأن هذه هي القراءة الممكنة للتصويت ديال الجزائر من داخل مجلس الأمن على واحد القرار اللي هو في الواقع أنه ينهي مع مجموعة ديال الأمور اللي هي مرتبطة بالقضية الفلسطينية. إذا السؤال فينا هو الدفاع عن فلسطين، فينا هو كانوا النظام العسكري متهم المغرب وفي الاخر دار هذه الكارثه، صوت في الوقت اللي جوج ديال الدول اللي هما الصين وروسيا اختاروا الامتناع عن التصويت. غنشوفوا هذه القضيه هذه ونفهموا شنو هي الرساله منها، لانه دائما تحليل كنرجعوا مباشره وكنلقاو بان السبب هو البوليزاريو، السبب هو البوليزاريو. ولهذا ديك المقوله اللي قال هذاك الشيخ الجزائري اللي قال بن قرينه، قال لي سباب اللي غيصفيها الجزائر هو البوليزاريو. هذه العباره هذه قالها بطريقه اخرى ولكن هذا هو المعنى ديالها. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني اخطر، الصنصال بوعلام صنصال كيتحدث بون وشنقريحه انه غادي يرجع للجزائر ويدخل الى الجزائر ويدير التصريحات اللي بغا. واحد المساله خطيره جدا كتعبر على الضعف ديال النظام العسكري. غنشوفوا شنو هي بالضبط. ثم عندنا اخبار وعندنا صور، ولكن غنحاولوا اننا نمشيو بسرعه. هنا واحد المساله اللي في الحقيقه كنطرح هذا السؤال على الجزائريين، ما يقوله بعض المعارضين الجزائريين ومنهم زيتوت، واش هذا الشيء اللي كيقول صحيح؟ خاصهم يجاوبوا، خاصهم يخرجوا يجاوبوا. قال لك بان شنقريحه، وهذه كنا هضرنا عليها واحد الوقت، ولكن دابا الان كتبان بان الامور مؤكده. شنقريحه امنع الصلاه في التكنات، امنع انه المساجد في التكنات، امنع على العسكر انه يمشي للعمره، امنع على العسكر انه جيش الجزائري انه يمشي الى الحج. هادشي كله داروا شنقريحه. واش هادشي صحيح؟ راه خطير هادشي هذا، خطيره هذه المساله هذه، لان هنا بغينا نعرفوا شنو هي الهويه ديال هذا النظام العسكري الا كان كيدير هذه المساله هذه. اكثر من هذا راه تقالت شي مسائل اللي هي خطيره جدا بخصوص ما يقوم به شنقريحه على هذا المستوى. هنا كنعرفوا اشنو دار بوتفليقه واحد الوقت. بوتفليقه هرب الجزائريين، هرب الجزائريين نحو التشيع، هربهم. علاش؟ لانه كان كيعرف بانه كاين الامتداد ديال الحقل ديالنا ديال اماره المؤمنين. كاين الكثير من الجزائريين اللي مرتبطين بالحقل ديال اماره المؤمنين. وانا حضرت في بعض الزوايا هنا في المغرب اللي كانت فيها دعوات، بمعنى واحد المجموعه ديال دعاء اللي كان ديال واحد المجموعه ديال الائمه الجزائريين مع امير المؤمنين، اللي كتكون ديك كنعرفوا الطريقه في الزوايا مع الائمه المغاربه. ومنهم واحد المجموعه اللي هما جزائريين راه كيبانوا في التلفزيونات عندهم، ومنهم واحد المجموعه ديال الزوايا اللي فيهم البعض كان قال لي ودي راه الزوايا، واحد المجموعه ديال الزوايا في الجزائر الاصل ديالها مغربي. دابا بوتفليقه كان دار واحد المساله، هربهم باش ما يبقاوش في هذه العلاقه اللي هي مع الحقل ديال اماره المؤمنين اللي عنده امتداد في افريقيا وفي اوروبا. دابا الان شنقريحه وتبون طيحوهم في حاجه اخرى، باغيين يخليو مثلا على الاقل العسكر
الجزائري بانه في واحد الحاله ديال الحاله ديال هذا الشيء ملي ما كتخليهم ما يمشيو للحج، ما يصليو، ما يمشيو للعمره، كيفاش كتمنع هذا الشيء هذا؟ هذا سؤال مطروح على الجزائريين يجاوبونا، يجاوبونا حنا. هذا الشيء قالوا واحد منهم اللي هو زيتوت، يكذبوا ولا يخرجوا المهم يديروا شي، يعطيو شي جواب على هذه المساله هذه. كاين ايضا الخطاب ديال الجزائر بدا كيتبدل بخصوص بخصوص اليهود، بدا كيتبدل. كيقول لك بان الجزائريين داروا حمايه لليهود، وان البعض استغل واحد الدعايه مضلله اللي كانت تهدم واحد المعبد يهودي في باب الواد. كاين البعض قال لك بانه البعض استعمل هذه المساله وهجم على الجزائر. اذا بداو كيغيروا الخطاب، مع العلم انه سباق فرنسا طلبات منهم انهم يعوضوا اليهود اللي كانوا في الجزائر. وكانت اسرائيل براسها واحد الوقت كتستعد ترفع دعوه ضد الجزائر لتعويض على الممتلكات والاموال اللي كانت مشات لليهود اللي كانوا في الجزائر. دابا الان بدا هذا الخطاب، بدا خطاب ديال انه كيرجع كيقول لك حنا واحتضنا اليهود وغيرهم. الخطاب بدا كيتغير، غنفهموا شنو واقع بالضبط هنا. كاين ايضا واحد المساله اخرى، هذا بوغادون من المفروض انه دبلوماسي كيعرف اش كيقول. دبلوماسي اللي هو بوغادون كيكذب على من؟ كيكذب على صحفي امريكي. شنو قال ليه؟ قال لي راه حنا الجزائر حنا الدوله الاولى اللي اعترفت بامريكا. الصحفي ضابط المعطيات كيضحك عليه، قال ليه حنا، قال لي كنا في واحد الحرب، كيقول لي على الامريكيين، كنا في واحد الحرب مع العثمانيين. قال لي كنا في حرب مع العثمانيين، اذا نتوما ما كنتوش. وقال لي زاد اضاف هذا الصحفي الامريكي، قال لي حنا المغرب، قال لي على المغرب، قال لي هو الاول اللي اعترف بالولايات المتحده الامريكيه. بوغادون سكت، ما صافي بغا يكذب عليه. دابا هذا دبلوماسي كبير ديال الجزائر، وزير خارجيه سابق ديال الجزائر، بدا كيكذب على صحفي تما. كاينه مساله اخرى، القضيه اللي هضرنا عليها في اخر الفيديو، وهي الصحراء الشرقيه. يبدو بانها تؤرق، كتخليهم يباتوا بلا نعاس النظام العسكري، لان كنعرفوا باننا رجعنا لها. تبون قال لك سيدي في اقل من شهر او اقل منه، بحال هكا قال لك غنروحوا لبشار ونديروا حفل يبقى في التاريخ. قال هذا الهضره هو في قسنطينه. قسنطينه اللي هي في الواقع اراضي تونسيه، قالها تما، بمعنى هو في واحد البلاصه اللي هي في الواقع اراضي تونسيه داتها الجزائر، كيهضر الدماغ ديالو في الصحراء الشرقيه ديالنا. وقال بانه الحدث كبير وكذا، الحديد ديال غار الجبيلات غيوصل السكه الحديديه اللي في الشهر. دخلنا عليكم بالله شحال من مره سمعناها ملي طلعت بون، السكه الحديديه، التصدير ديال الحديد بدا. هذا تشوفوها لك الاول حتى حاجه ما كاينه، باش تعرفوا بانه حتى شي حاجه ما كاينه. نمشيو للموضوع الاول. هذا القرار ديال المجلس الامن 28/03 اللي تسمى بانه خطه السلام الشامل لغزه، واللي فيه مقتضيات نعرفوا الجزائر صوتات، الجزائر صوتات ودعمات بالجمع دعم هذا القرار. انشاء مجلس السلام شعوب الفلسطينيين، ما كاين والو. اداره اعاده اعمار وتنظيم الحكم مؤقتا، غتكون واحد الاداره ماشي من الفلسطينيين اللي غيترأس الحكومه او الحكم تما في غزه. شخصيه غتكون دوليه. كانوا كيهضروا على طوني بلير انجليزي، شوفوا دابا، شوفوا الجزائر على الصوتات. ثم عطاو تفويض ديال انشاء واحد القوه، قوه استقرار دوليه مؤقته. ثم ايضا الفكره ديال نزع السلاح ديال الفصائل، ومن حماس اللي ضلوا كيودنوا ويقول لك جمعنا الفصائل اللي كان كيقول لك تبون جمعناهم،
وراه غيديروا الوحده هنا وكذا. هو دابا مصوت على نزع السلاح ديالو. ثم قوات دوليه غتبقى تم الى نهايه 2027، بمعنى واحد القرار خطير جدا فيه الجانب الاقتصادي والجانب الامني، ولكن القضيه الفلسطينيه مشات. بمعنى القضيه الفلسطينيه داكشي اللي كنا كنقولوا هو الان كيوقع. ولكن الخطير هو انه اللي مشى في هذه المساله هو الجزائر. مشات فيها القرار بحال عطى اكتساب ديال الارض بالقوه. والغموض بخصوص القضيه الفلسطينيه غموض. الجزائر صوتت على هذا القرار. سؤال: انا متاكد بانه المغرب والدور ديالو في الحمايه ديال القضيه الفلسطينيه لو كان في مجلس الامن كان غادي يدخل تعديلات. غيتساءل اول حاجه، غيقول خاص مسار اللي يوصلنا الحل الدولتين. الجزائر عرفت على هادشي كامل. حتى فين هي تبون كيقول لك فلسطين في القلب؟ حتى فين هنا؟ راه خطير هادشي اللي داروا، وكيخرجوا كينتقدوا المغرب. خطير هادشي اللي داروا. وداروا هنا داروه كيقول لك درناه باسم الدول العربيه. شكون اللي عطاكم هاد السلطه هذه؟ هذه ما بغاو يركبوا على هذه المساله هذه. هنا داكشي اللي بسخيط والدين، داكشي اللي كانوا كيعيبوا وينعتوا به دول عربيه، داروا اخطر منه. ولكن هنا غنفهموا علاش داروا هذه المساله هذه راه فيها رسائل. لان هذا القرار شكون هذا؟ فين تصاغ من طرف الامريكيين، ولكن تصاغ مشترك الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل بجوج. اذا هنا شنو دار النظام العسكري؟ وجه رسائل لاسرائيل. حنا كيقول لك المغرب والتطبيع، والمغرب كان واضح، العلاقات مع اسرائيل واضحه. هما كانوا كيقول لك حنا قطعنا العلاقات مع المغرب لان السبب هو انه دار العلاقات مع اسرائيل. وعاد الميريكان كيقول لهم حنا ما عندناش مشكل مع اسرائيل. كنا كنقول لكم ما عندناش مشكل مع اسرائيل، راه عندنا مشكل مع المغرب. هي بانت بانهم ما عندهمش مشكل مع اسرائيل. ها هما الان شنو رسائل هذه هنا؟ لان هاد التصويت على هذا القرار صوتوا بنعم، ايدوه، وخرج من الجامع كيشكر في هذا القرار، في الوقت اللي جوج دول اللي هما الصين وروسيا داروا الحياد بصحيح تصوتوا مزيان. هنا هذا الشيء كيتلاقى مع من؟ كيتلاقى مع جوج الاخبار. كيتلاقى اولا مع التصريح ديال بوخادوم اللي قال بانه بين مباشره رساله حب الى اسرائيل بانه باغي يديروا العلاقات مع اسرائيل. ثم الاخبار اللي كتقول راه كاينه 3 ديال الدول العربيه قادمه منها الجزائر. السبب ديال هذا الشيء كامل شنو هو؟ البوليزاريو هو السبب. بمعنى هنا باش يحافظوا على البوليزاريو داروا هذا الشيء هذا. اذا هنا ما خاش شي جزائري باقي يخرج في شي لقاء اعلامي ولا غيره يقول لك القضيه الفلسطينيه. ما بانت هنا، بان كل شيء عندنا، بان. اذا فاش ساهموا هما دابا الحال؟ الا كنا حنا المغرب كنقولوا حل الدولتين وكنحافظوا على القدس واحتضننا القمم العربيه كامله ولعبنا ادوار كبيره بخصوص القضيه الفلسطينيه، المساخيط الكبرى اش داروا في نهايه المطاف؟ جاوا ساهموا فاش؟ في بناء واحد شنو هو هذا؟ واحد المنظومه امنيه محكومه وراس مال للسيطره الاجنبيه، كما جا في غزه، كما جا في القول ديال الغربيين نفسهم. كيقول لك اودي راه هذا راه واحد البناء ديال الحكم براس مال بمعنى اقتصادي للسيطره الاجنبيه على غزه. هو هذا دابا هذا واضح، هذا ساهمت فيه الجزائر. اذا ما باقيش شي واحد جزائري يخرج ويقول لنا القضيه الفلسطينيه ويجي تبون يقول لك كذا. صح واضح باين، والايام بيننا مازال كنقولها.
كيقلبوا على العلاقات مع اسرائيل. واش اسرائيل غتقبل او ما غتقبلش؟ احنا غنشوفوا هذه المساله وغنشوفوا فيها مفاجات. غادي نشوفوا في هذا المساء في 11 غنشوفوا واحد الدعوه توجهات من المارك، توجهات الى اسرائيل الحضور في الاعلان ديال القبائل اللي جاي. صنصال كتذكروا الكذوب ديال النظام العسكري، قال لك بانه صنصال خرجناه لعوامل انسانيه. صنصال بان صحيح، يلا محس لي شارو صحيح، مقاد مزيان، ما كاين حتى مشكل، بمعنى انهم كانوا خايفين ولا توقع لي شي حاجه، ما بان بانه مقاد. الاولى، اذا فين هي الاسباب الانسانيه؟ المساله الثانيه، قال لك بانه فرضنا عليه شروط، انه ما يدويش في الاعلام، ما يدويش مع وسائل الاعلام. ها هو بدا من المانيا، خدام مع وسائل الاعلام وذات تصريحات كتفضح النظام العسكري. ثم صنصال قال لك بانه عنده واحد الخطوط حمراء، ما يدويش على مجموعه ديال الحوايج، منها الجيش، منها قضيه الصحراء المغربيه، المسائل ديال الصحراء الشرقيه، هذه الامور كلها قال لك ما يدويش هو داوي عليها. وهو براسو قال بان السبب هو التصريح ديالو بخصوص الصحراء المغربيه وبخصوص قضيه الصحراء الشرقيه. هي دابا قال هاد المسائل واضحه. هنايا دابا هنا صنصال اللي خطير هو كيتحدى النظام العسكري، وهذه خطيره جدا. قال لك طلب من ماكرون بانه غادي يرجع للجزائر، وانه لا يعترف بالخطوط الحمراء. ما كاينش حاجه سميتها الخطوط الحمراء، اذا المواقف ديالو هي قال لك غادي يجي الى الجزائر، غيجي غيتحداهم، اذا غينزل في المطار. ما يقدروش يشدوه هذه المره، لان الا شدوه دابا خلقوا منه بطل صافي. الصنصال بطل، ما كاينش، ما يقدروش يشدوه. اذا هنا اللي وقع هو اختراق النظام العسكري، طاح في الفخ. دابا هذا الشيء اللي دار ديال صنصال يبدو بانه مقاد مزيان، طاح في الفخ، شدوه، ها هو غادي يرجع وغيدخل ويدوي كيما بغى ويخرج كيما بغى، ولا احد يقدر يعترضه نهائيا. بالعكس، ملي غينزل وهما حاضينه، ماشي حاضينه بمفهوم، خايفين عليه. العسكر غادي يكلف كبرانات كبار باش انهم يحضروا صنصال لا توقع ليه شي حاجه. شنو العلامه ديال هذا الشيء؟ الضعف ديال النظام العسكري. هذا راه الضعف ديال علاش واحد اللي هو صنصال يسمعوه الجزائري مزيان، زعزع النظام العسكري كامل، واحد وهو دابا غادي يبقى كيدخل كيما بغى ويخرج كيما بغى. بمعنى غيجي تما ويتحداهم، ما عندوش، قال لك ما كاينش خطوط حمراء، يقول اللي بغى. هذا دابا هنا ها هو واحد غيتحارب مع النظام العسكري باش تعرفوا الضعف اللي وصل ليه النظام